اللي فيكم متابعني على القناه هيعرف ان المقدمه اللي هقولها دلوقتي قلتها قبل كده في حلقه العقل الباطن، لكن بصراحه دورت كتير ما لقيتش افضل منها عشان ابدا بيها برضه حلقه النهارده. هيرمان فيرهوف والملقب بالاب الروحي لعلم وظائف الاعضاء عمل تجربه من التجارب الغريبه والمثيره للجدل جدا. يجيب فيرهوف مجموعه من السجناء واللي محكوم عليهم بالاعدام، يعني كده الناس دول ميتين. ايه رايكم يا جماعه كده لو موتكم بطريقه شيك كده بدون قلم، وفي نفس الوقت هتعملوا عمل جميل للبشريه والتاريخ هيكتب اسمائكم بحروف من نور. لا، بوشكاش محفوظ كمان بيضحي النهارده، وكمان هندي اهلكم فلوس. تصدقوا بالله لولا ان انا اللي هعمل التجربه كنت مت معاكم واستفدت بالعرض. بذمتكم في احلى من كده موته؟ دي موته وعمار ديار. خلاص تمام، احنا موافقين يا عم فيرهوف. هتعمل فينا ايه بقى؟ انا هسحب دمكم من جسمكم واصفيكم، هيحصل لكم هبوط حاد وهتموتوا بدون قلم ولا شكه الدبوس. ويجيب فعلا احد السجناء ويحطه على السرير ويغمى عينيه ويمشي على جسمه خراطيم. الخراطيم دي يمشي فيها ميه دافيه بنفس درجه حراره الدم. المسجون من دول يبتدي يحس ان فعلا في حاجه بتمشي على جسمه، كأن في حاجه فعلا بتتصفى، وكمان سمع صوت حاجه بتنقط في جردل، يبقى اكيد هما بيصفوا دم. وكانت المفاجاه لما كشفوا عن وش السجين بصوا لقوه فاير. السجين مات، اتوهب فخاف فمات. لذلك موعدنا النهارده مع حلقه قويه ومرعبه جدا. فروح هات فنجان القهوه الجميل بتاع كل مره، بس قبل ما تروح اشترك في القناه وفعل الجرس، اعمل لايك وكومنت واستناني انا راجع بعد ثواني. حلقتنا النهارده عن الخوف، فلنبدأ على بركة الله. خليني اقول لك ان الخوف ده احساس طبيعي جدا مفيش فيه اي مشكله، وردة فعل طبيعيه لاي كائن حي. اي كائن حي لو ما خافش يا اما هيعرض نفسه للاذى او للخطر او هيموت. لذلك رحنا او جينا الخوف نعمه من نعم ربنا علينا، واكتر كائن بيخاف اكيد كلكم عارفينه. ايوه بالظبط، الكائن اللي قاعد بيتفرج عليا دلوقتي. ايوه انت عزيزي المشاهد، انت مش اقوى من الديناصورات اللي انقرضت، لكن ربنا ميزك بميزه مهمه جدا هي اللي خلتك لسه مكمل معانا لحد دلوقتي، الا وهي ميزه المخ اللي بيخليك تخاف وتبعد عن اماكن الخطر. حتى لما كان السائد او ما زال السائد مبدا البقاء للاقوى، هتلاقي الضعيف بيحترم القوي، لان ببساطه العمر مش بعزاء ومنخاف سلم. لما حضرتك اتولد معاك نوعين من الخوف. الخوف من الصوت المرتفع، لذلك لو زعقت وفي طفل صغير جنبك هتبص تلاقيه اتنشك واتخض. تاني خوف اتولد معاك الخوف من السقوط. لا انا مش قصدي السقوط بتاع المدرسه، لا انا قصدي السقوط من اعلى. الخوف من السقوط احنا اكتسبناه وتعودنا عليه، لذلك بلاش تمسك العيل كده وتهشتكه وترميه لفوق عشان ينزل لك تاني. قال انت يعني كده بتهزر وبتلعب معاه؟ لا انت كده سمج وغلس، سيب الواد في حاله. ومع الوقت يا سيدي وبناء على المعرفه المكتسبه بنبتدي نكتسب انواع تانية من الخوف. تخاف مثلا من ابو رجل مسلوخه، لان الحاجه قالت لك لو ما نمتش ابو رجل مسلوخه هيجي ياكلك. كدب الحاجه يعني اكيد في ابو رجل مسلوخه بس ما لقاش مواصلات فما جاش، شكرا يا حاج. تلاقي نفسك مثلا سايق العربيه وقاعد جنب ابوه، وطبعا كل شويه عمال يديك بالقفا يعني، وهو الراجل قاعد على اعصابه جنبك، لان خوفه من العواقب بيكون اكبر منك بناء على المعرفه اللي اكتسبها من خلال تجارب سابقه. لكن خليني برضه اقول لك ان ساعات الخوف بيكون غير مبرر، لكن خفت عشان مخك قرر انه يخوفك. تجربه مثلا زي تجربه الواقع الافتراضي، ناس لابسه نظارات معينه بتوهمهم انهم موجودين على ارتفاع عالي، مع انهم اصلا عارفين انهم على الارض، ومع ذلك برضه خايفين يقعوا وبيتعاملوا مع الموقف على انه بجد وحق وحقيقي، لمجرد ان مخهم اوهمهم ان ده حقيقي. احد التجارب الغريبه واللي اجريت على 100 شخص في جامعه ميريلاند بامريكا بانهم يعرضوا ال 100 شخص دول لمواقف مرعبه، افلام رعب مثلا، اصوات طلقات نار، صريخ، صويت، وفي نفس الوقت بيراقبوا ايه اللي بيحصل في مخهم بواسطه الرنين المغناطيسي، ويلاقوا ان مشاعر الخوف والقلق بتاثر على منطقتين في المخ، منطقه اسمها الاميجدلا ومنطقه ثانيه اسمها البريفرونتال كورتكس. منطقه الاميجدلا دي منطقه مسؤوله عن المشاعر بتاعتنا، الخوف، الحزن، الحب. منطقه البريفرونتال كورتكس مسؤوله عن الذاكره واتخاذ القرار. وجد الباحثين بقى ان في حاله القلق منطقه البريفرونتال كورتكس بيكون التاثير فيها اكبر، وكان التفسير لده ان الشخص لما بيكون قلقان بيحاول يستخدم البنك المعرفي اللي موجود في البريفرونتال كورتكس عشان يطمن نفسه. اهدى يا حسين، مالك يا حبيبي؟ قلقان ليه من الامتحان؟ ما احنا بسيطنا قبل كده، وبعدين يا عم يمكن ربنا يكرم وننجح ان شاء الله. وبكده المخ قدر يسيطر على حاله من عدم اليقين في مواجهه تهديد غير محتمل اللي هو القلق. لكن على الناحيه الثانيه لما بنخاف التاثير بيكون اقوى في منطقه الاميجدلا اللي هي مسؤوله عن المشاعر بتاعتنا. منطقه الاميجدلا ترسل اشاره للغده الهايبوثالاموس اللي موجوده في المخ جنبها عشان تقول لها على فكره كده انا حاسه ان في تهديد او خطر، اعملي اللازم يا ست الكل. يا سلام، من عينيا الاثنين، انت تامري. تيجي بعت اشارات عن طريق الجهاز العصبي للغده الادرينال جلاند او الغده الكظريه اللي موجوده فوق الكلى. طلعي لي يا ست كده شويه ادرينالين عشان احنا في حاله حرب، ويحصل ادرينال راش او اندفاع الادرينالين. الهرمون ده بقى يا سيدي وظيفته انه يجهز جسمك لحاله الفايت اور فلاي، يا اما هنحارب يا اما هنجري. اهلا ومرحبا بيك عزيزي المشاهد في مود الاكشن. لا ومش بس كده، ده انا كمان هطلع لك هرمون الكورتيزول، اي خدمه. ومن بعدها ضربات قلبك تبتدي تزيد عشان توصل الدم لاهم منطقتين احنا عايزينهم، العضله
العضلات والمخ. ضربات قلبك زادت، يزيد معاها كمان سرعه التنفس بتاعك عشان احنا محتاجين كمان اكسجين، وكمان نروح لمخازن السكر في الجسم ونحولها لجلوكوز عشان احنا محتاجين طاقه. تبتدي بطنك كمان والامعاء بتاعتك تكركب لان احنا خدنا الدم من عندهم ووديناه لمناطق اهم. مش وقت اكل خالص دلوقتي، عمرك ما هتشوف واحد خايف وبياكل الا لو كان جبله، يعني احنا اساسا في حاله حرب. المناعه بتاعتك برضو ترفع حاله الطوارئ، افراز الدموع واللعاب يقل، لذلك هتلاقي ريقك بينشف ومش عارف تتكلم. لكن الحاله دي خطيره جدا لو جسمك فضل مكمل فيها، عشان كده لازم يكون في مهدئ للحاله دي. وهنا يجي دور منطقتين تانيين في المخ. اولا منطقه الهايبوكامبس، ودي اللي مسؤوله عن الذاكره، ومنطقه البريفرونتال كورتيك منطقه صنع القرار. المنطقتين دول بقى مع بعض يبعتوا اشارات لمنطقه الاميجدلا. مالك يا عم الوش، انت ملتهب علينا ليه يعني؟ ما تهدي كده يا ست الكل، ما ياما دقت على الراس طبول، ويحاولوا يهدوها لحد ما تهدى. الفوبيا برضو حاله من حالات الخوف الشديد، بس هنا غالبا الخوف ده بيكون غير مبرر. عندك هلع مثلا من حاجه معينه، اماكن مثلا مرتفعه، اماكن ضيقه، او حتى الميه، وكل ده بيكون ناتج من حاجتين: يا اما الجينات بتاعتك هي اللي عامله التاثير ده وكان موجود عند حد في العيله قبلك، او انك مريت بتجربه هي اللي سابت لك الفوبيا. فسيولوجيا انت في الوقت ده بتكون في حاله انفصال بين منطقه الاميجدلا المسؤوله عن الخوف ومنطقه البريفرونتال كورتكس اللي مسؤوله عن اتخاذ القرار. لذلك ما تقدرش ابدا تتوقع تصرف شخص لما يكون في حاله فوبيا من حاجه معينه. يعني ممكن واحد تحبسه في اوضه ضيقه ممكن يرمي نفسه من فوق، يعني انا في حد قال لي ممكن اعمل كده فعلا. يعني لو انت بتجري مثلا من عفريت في الحلم او من محصل النور في الحقيقه هتلاقي رجليك مش شايلاك ومتمسمر مكانك مش عارف تتحرك. اللي مسؤول عن الموضوع ده منطقتين في المخ. اولا منطقه البري اكوادكتيل جري، ودي منطقه مسؤوله عن الاوتونوميك فانكشنز او الحركات اللا اراديه، حاجات بنعملها من غير ما بنرجع للمخ. رمشه عينك مثلا وقفلتها كده لو حسيت ان في حد هيخبطك بحاجه، الشاكوش اللي الدكتور الاعصاب بيضربك بيه في ركبتك فتلاقيها عملت كده، او هتتلسع من حاجه فبتسحب ايدك بسرعه. المنطقه الثانيه منطقه السيريبالم او المخيخ، ودي مسؤوله عن حركه العضلات. ساعات بقى يا سيدي بيحصل ميس كوميونيكيشن او انقطاع في الاشارات اللي رايحه واللي جايه بين المنطقتين دول، وتلاقي نفسك واقف متمسمر مكانك ومسقط شبك. ومع ان الخوف ده شعور سيء جدا، لكن تلاقي اغلب الشباب بيحبوا يتفرجوا على افلام الرعب. سنه 1896 كنا على موعد مع فيلم هاوس اوف ذا ديفل او بيت الشيطان للمؤلف الفرنسي جورج ميلز، وده كان اول فيلم رعب صامت، وكان مدته 3 دقايق بس. مش عارف مين اللي هيترعب من 3 دقايق يعني. ومن ساعتها يا سيدي بقت افلام الرعب نجم الشباك الاول، معظم الناس بتدور عليها وابتدت تبقى مؤثره اكتر، خدع بصريه ومونتاج ومؤثرات بصريه وصوتيه. واربط لك كمان قصه الفيلم بالثقافه والدين بتاعه زي فيلم سجين مثلا كده. كل ده عشان ارعبك اكتر، وكل يا سيدي ما تترعب اكتر وتعرق اكتر كل ما تقييم الفيلم يزيد، وصناع الفيلم كمان رصيدهم في البنك بيزيد. وتلاقي فيلم زي ات في 2017 يوصل ايراداته لما يقارب 800 مليون دولار. الفكره بقى انك لما بتكون بتتفرج على فيلم رعب وتكون في حاله رعب وتوتر وخوف شديد وجسمك خلاص يا سيدي بقى مليان بالادرينالين، اول ما مخك بقى يحس والله انك بتضحك عليه ومفيش خطر حقيقي وكل اللي بيحصل ده كده وكده، يعني خلاص الخطر ما عادش موجود، ساعتها بقى يا سيدي يزيد افراز هرمون الدوبامين او هرمون السعاده. وده يا سيدي اللي بيفسر ليه الناس بتحب تعمل مغامرات مخيفه جدا ومرعبه جدا، وليه الناس برضو بتحب تتفرج على افلام الرعب. كل ده عشان الدوبامين. ارجعوا لحلقه الدوبامين، حلقه رهيبه جدا على القناه، مرعبه، حلقه تحفه. كل اللي بيحصل ده غالبا هتلاقيه عند الشباب لانهم عايزين اثاره وتشويق. لكن على الناحيه الثانيه كل ما تكبر في السن بتلاقي نفسك مش عايز تتفرج على افلام الرعب لانك خلاص بتبقى شايف ان الحياه خلاص مخيفه لوحدها، فمش ناقصه اثاره ولا تشويق. لكن المشكله بقى ان مش كل الناس اللي بتتفرج على افلام رعب بتعرف تفصل، لذلك ده ممكن يسبب له مشاكل صحيه ونفسيه كبيره جدا. لذلك دايما هتلاقي افلام الرعب تصنيفها يا بلس 18 يا بلس 21. ناس مثلا ممكن تلاقي سلوكهم ابتدى يتغير ويبقوا اكثر عدوانيه وشراسه، ناس تانية يحصل لها ارق ومشاكل في النوم، خايف من العفريت يطلع له، او خايف مثلا العفريت ياكل رجله اللي طالعه من تحت البطانيه. ده غير بقى التاثير الصحي. جامعه لايدن بهولندا عملت دراسه على 24 شهر، 14 شخص بيتفرجوا على فيلم رعب لمده 90 دقيقه، يعني ساعه ونص قاعدين بيتفرجوا على فيلم رعب، و10 افلام مشغل لهم كده فيلم الليمبي 8 جيجا، يعني افلام عاديه. وبعد ما خلصوا مشاهده الافلام بتاعتهم خدوا منهم عينات دم وراحوا يفحصوه. يلاقوا بقى في التجربه دي يا سيدي ان 57% من الناس اللي كانوا بيتفرجوا على افلام رعب زاد عندهم فاكتور 8 او العامل رقم 8 من عوامل تجلط الدم، يعني الناس دول بقى عندهم قابليه اكتر ان يحصل لهم جلطات. لكن برضه زي ما في تاثير صحي وحش في تاثير صحي كويس. جامعه ويست مينس بريطانيا عملت دراسه على مجموعه من الاشخاص، وجدوا ان مشاهدتهم لفيلم رعب لمده ساعه ونص كان كفيل انه يحرق 113 سعر حراري. بس طبعا حضرتك اكيد وانت قاعد كده بتتفرج على فيلم رعب مش هتكون قاعد ساكت، هتكون جايب شويه مقرمشات كده على نوتيلا على شويه حاجات، فهتقوم صحيح خسران 113 سعر، لكن الناحيه الثانيه انت تقريبا كسبت لك حوالي 2000 سعر. فما تقولش انا اتفرجت على افلام رعب ومع ذلك ما بخسش. على الناحيه النفسيه يقول سيجموند فرويد استاذ علم النفس ان السبب الرئيسي اللي يا سيدي بيخلينا نتفرج على افلام الرعب اننا بنتخلص من الخوف اللي جوانا. عايزكم بقى ترجعوا مع حلقه
حلقه الدوبامين لحلقه السماح بالرحيل على القناه اللي مش هيرجع لها هاخده غياب. حتى يا سيدي في الحضارات القديمه وعلى ايام ارسطو مثلا كان عندهم حاجه اسمها التطهير او التنفيس الوجداني، اللي هي عباره عن عمليه نفسيه من خلالها بنقدر نتخلص من المشاعر السلبيه اللي جوانا. ارجعوا برضو لحلقه السماح بالرحيل. وبرضو الناس اللي بيتفرجوا على افلام الرعب بيكونوا اكتر شجاعه في مواجهه تحديات الحياه. دراسه مثلا اجرتها جامعه تورونتو بكندا تقول ان مشاهدي افلام الرعب كانوا اكتر استعداد نفسي لمواجهه وباء كورونا. ومن القصص الجميله اللي بصراحه حابب اختم بيها الحلقه بتاعتي، سيدنا عمر بن الخطاب واخد ابنه عبد الله واخد شويه اكل وراح يوديهم للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه لما كانوا محاصرين في شعب ابي طالب. يطلع عليهم مجموعه من الكفار، يواجههم طبعا سيدنا عمر بشجاعته المعتاده، وهنا يساله ابنه عبد الله سؤال مهم وجميل جدا: اما خفتهم يا ابي؟ قال بلى خفتهم، ولولا ان جعل الله الخوف في الناس لاهلكوا انفسهم، ولكن الشجاعه يا عبد الله ان تغلب على خوفك في مواطن الحزن، وان تبعث في خصمك من الخوف اكثر مما في نفسك، فانه يحرص على حياته كما تحرص انت على حياتك، فهل وعيت قولي يا بني؟ وبكده انا خلصت ويجي دورك. عايزك تكتب لي تحت في الكومنت ايه اكتر فيلم رعب كان بالنسبه لك مرعب جدا، او ايه اكتر موقف كان مرعب جدا بالنسبه لك قابلته في حياتك. وما تنساش وانت بتكتب الكومنت الجميل بتاعك انك تشترك في القناه وتفعل الجرس وتتفرج على الحلقات اللي فاتت وتستنى الحلقات اللي جايه. وبكده انا خلصت. سلام عليكم.